وهنا بدت المعجزة. العلماء لما شافوا أن هذا الإشعاع دقيق جدا ويقدر يدمر الدي ان اي للخلايا، قالوا ليش ما نستخدمه بالعلاج. وهنا بدت الطفرة. اليوم لا سمح الله لما مريض يتشخص بالسرطان، عافانا وعافاكم الله، أهم وأحدى طرق العلاج هي الراديوثيرابي أو العلاج بالإشعاع. الفكرة كلها أنه نسلط مثل هذا الإشعاع تقريبا بدقة مثل الليزر على الخلايا السرطانية. الخلايا السرطانية بطبعها خلايا ضعيفة وتتقسم وتتكاثر بسرعة، فلما نسلط هذا الإشعاع ويدخل داخلها ويكسر الدي ان اي راح يوقف تكاثرها وتخلي الجسم يتعافى ويرجع سليم. ومو بس هاي، طورنا طرق للتشخيص مثل المفراس الحلزوني والأشعة المقطعية. فنفس الإشعاع اللي في هيروشيما دمر ملايين من البشر هو نفسه قاعد نستخدم اليوم طرق علاج ننقذ بها ملايين الناس. ومثال على هذا علاج وتشخيص أورام الثدي، مثلا عندنا البريست كونسرفاتيف سيرجري. هاي عبارة عن لمبكتومي وراديوثيرابي. لما نشيل الورم ونستأصله ننطب على جرعة إشعاعية. تخيل هاي الجرعة الإشعاعية بين كل 5 نستأصل لهم الورم، واحد بس ممكن أكو نسبة إنه يرجع عليه الورم. فتخيل إحنا اليوم قاعد ننقذ ملايين من الناس بنفس الإشعاع اللي قتل ملايين من الناس.